تخص مولودية الجزائر بعدها نديروا إلا توقعات الضيوف، لأنه الوقت إذا همنا أبقت لنا إلا فريق مولودية الجزائر. المولودية التي فازت اليوم أمام مقرة عادت بفوز بدون دولور الذي فضل أعياد الميلاد والاحتفال بأعياد الميلاد بدون نعيجي، بدون زقرنة، وبدخول ربما دم جديد وأسماء جديدة. المولودية رغم صعوبة المهمة لأنها كانت منهزمة بهدف مقابل صفر. أعطينا صور الهدف الأول لفريق مقرة الذي تمكن من افتتاح باب التسجيل في المرحلة الأولى بعد خطأ فادح في وسط الدفاع. نجم مقرة كان السباق لافتتاح باب التسجيل قبل أن يعيد، أو في الشوط الثاني، نعم الشوط الثاني على ما أعتقد الهدف هذا. بعدها المولودية تمكنت من تعديل النتيجة عن طريق حليمية، مسجل هدف جميل وجميل جدا، هدف التعادل من حليمية. دائما في المرحلة الثانية لقاء الشوط الأول انتهى هدف أو صفر لمثله. حليمية تمكن، أنا لا أدري لماذا حليمية لا ينفذ ضربات الجزاء صراحة، لأنه منفذ جيد وسجل هذا الهدف الثاني للمولودية كان بعد هذه الرأسية وبعد مخالفة حليمية دائما في الدقيقة 92 الوقت بدل الضائع. تمكنت المولودية من الفوز بدون دولور وبدون نعيجي وزقرانة وبعض الأسماء. سمير عماري، هل تعتقد أن المولودية قبل الحديث عن دولور، المولودية مع المدرب بن يحيى ستحدث الديكليك بهذا الفوز؟ توكا هاد لا فيكتوار يعني تحبس شويه السلسله المشي مليحه تاع المولوديه، نعم. ويعيد مولوديه الجزائر الى سباق البطوله. جو بونس كو لي جوار اللي كانوا ما يلعبوش يزافي كور في هذا الماتش باش يبرهنوا باللي عندهم مكانه، بالك كانوا محقورين، البعض كانوا محقورين، دونك يزون بروفيتي دو لوكازيون باش يوروا باللي عندهم مكانه في الفريق، في ليكيب تيب. دونك مولوديه الجزائر نظن راهي في لي زوبجيكتيف تاعها. نهضروا على دولور ولا مازال؟ مازال. بعد نوصلوا لدولور نروحوا لمعاد نمرودي. المولوديه بهذا الفوز، هل سي لو ديكليك بور الكلوب تاع المولوديه ام يجب ان ننتظر المباريات؟ عنده مباريات متاخره، عاود اعطينا الترتيب. المولوديه بثلاث مباريات متاخره، هذا الفوز يجعلها تنسى ربما. اعطينا الترتيب اللي شاهدناه منذ قليل. شبيبه القبائل بزائد مباراه على المولوديه عندها 24 نقطه، المولوديه 12 مباراه فقط لعبتها، مازال عندها ثلاث مباريات متاخره، من بينها مباراه في مستغانم، مباراه تستقبل هنا اول مقابله متاخره ضد اتحاد العاصمه، وعندها اتحاد العاصمه 24 جونفي. نعم.